ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب نكون بخير وبصحة وفي احسن حال. بعد تصدر اسم الفنانة منى زكي الترند الايام اللي فاتت بمجرد نزول بوستر مسلسلها الجديد تحت الوصاية اللي هيتعرض في رمضان القادم ان شاء الله، ربنا يعيده علينا بخير جميعا. توجه لها كتير من التعليقات السلبية. احنا عارفين طبعا ان احنا شعب بسم الله ما شاء الله، ما بنستناش، يعني حتى الناس مش مستنية اما المسلسل يتعرض وبعدين تعلق. لا، دي التعليقات السلبية انهالت على منى بمجرد ظهورها بالحجاب بوجه مجهد بدون مكياج وبحواجب تقيلة. طيب واحدة بحجاب يا جماعة عايزينها تبان ان هي كأنها خارجة من كوافير مثلا متزوقة وشكلها تمام. ايه المشكلة ان هي بالحجاب ومن غير مكياج وبحواجب كثيفة؟ انا مش شايفة فيها اي مشكلة. الصورة المفروض ان احنا نستنى هل الدور هيعجبنا ولا مش هيعجبنا. قدام الهجوم دوت الفنان احمد حلمي علق وقال بالنجاح والتوفيق يا منى، ولكل الممثلين ولكل طاقم العمل اللي اشتغلوا في المسلسل وللمخرج والمؤلفين، مبروك. المخرج كمان كريم العدل وجه رسالة للفنانة منى، كتب لها ايه؟ لو لسه متابعني وصلت معايا لحد هنا يا ريت ما ننساش ندوس اللايك، واللي ما اشتركش في القناة فضلا وليس امرا يشرفني بالاشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد. المخرج كريم العدل قال منى زكي في المسلسل بتاعها بنسبة كبيرة بتقدم شخصية حقيقية، وبالصورة ديت بيحاولوا يقربوا الشكل بجد للناس. وفعلا احنا دلوقتي الناس بقت بتحمل الفن، طبعا الكلام لسه مستمر لكريم العبد، بتحمل الفن فوق طاقته، بياخدوا كل حاجة بشكل شخصي جدا، وطول الوقت عندهم نظرية المؤامرة، وكل واحد او واحدة بيطلع يقولك الكلمة اللذيذة بتاعت السم في العسل. استهدوا بالله كده يا جماعة بجد لحد ما نشوف المسلسل. ده كان كلام المخرج كريم العبد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.